اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو هذا باحسن الاحوال وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد، روتين جديد ونهار جديد. المهم غبرت عليكم البنات صراحه، ظروف خلتني انني نغبر، وحتى دابا والله الا كنصور لكم هذا الفيديو وانا ما عنديش كاع الخاطر ديال التصوير، بحال اللي هرب لي يعني. الخاطر ديال التصوير مشالي. كنت اخر مره صورت لكم فيديو كان نهار الخميس. كنت درت الفاكسان لقمان داك النهار وكل شيء. المهم مسكين طلعت ليه السخانه داك النهار، نهار الجمعه عاوتاني بقات هكاك السخانه، يعني واخا درنا له، يعني واخا درت له الخل، درت له مزهر، درت له الدواء ديال السخانه، دوشنا له، يعني ما خلينا ما درنا له واخا هكذاك والو. ديك السخانه ما بغاتش تهبط، يعني 39 40 ما كتهبطش، وصافي ما بقاش كياكل، ما بقاش كيشرب الماء، ولا غير مسهسه، ما حتى عينيه ما كيقدش يحلهم. وصافي المهم ديناه للسبيطار وكلشي، وشدوه لنا داروا له السيروم مسكين. فاش جاو يديروا له السيروم ما لقاوش فين يديروا له داك السيروم، داروه له في عنقه. الحمد لله على كل حال. المهم دازت علينا واحد 3 ايام دوزتها معاه في السبيطار، السخانه ما بغاتش كاع تهبط. من الجمعه بالليل ديتو للسبيطار وهو فيه السخانه، حتى السبت بقات فيه، حتى الحد في العشيه. عاد هبطت له شويه السخانه، تديروا له واحد الدواء بحال اللي شويه مجهد، عاد هبط له شويه السخانه. والاثنين خرجنا من السبيطار الحمد لله. دابا ولا مزيان. كنا كاملين مرضنا، كان مرض الياس هو ضربو البرد سيمانه ما مشاش يقرا، مرضت انا، ولكن انايا فاش يعني مرض لي لقمان ديك المرضى هكاك وكل شيء، ودخل للسبيطار وبقيت معاه تما، بحال اللي نسيت انا المرض ديالي. يعني واخا يعني بايته معاه في السبيطار والسخانه كدقدق فيا ومخنوقه، راسي كيحرقني وداك الشيء، ولكن يعني ما دايهاش في المرض ديالي. يعني كنشوف غير يعني ولدي في ديك الحاله، وهذا الحمد لله، الله يصبح لينا من الوالدين وصافي. المهم بالنسبه للبنات، يعني ردوا لوليداتكم البال، يعني فاش طلع لهم السخانه. بالنسبه للفاكسان ديال العام حتى هو راه صعيب بزاف، وإلا طلعت لهم السخانه يعني ما تخليوهمش، ديوهم للسبيطار. يعني ديروا يعني اي حاجه باش تهبط لهم ديك السخانه، لحقاش راها صعيبه بزاف. انا لقمان مسكين حتى البكيه ما بقاش كيقد يبكي، قوه ما فشل، ما بقاش كياكل وكل شيء. يعني داك السيروم هو اللي شويه وقفوا، واخا هكذاك ما كانش كياكل. النهار اللي خرجنا من السبيطار عاد بقى بحال هكا ياكل دانونا ولا ياكل شي حاجه، واخا هكذاك يعني ماشي شي ماكله. ولكن دابا الحمد لله على كل حال. بالنسبه لهاد الاخر، هاد المرض اللي دابا كيدور، يعني راه تقريبا راه كاع الناس مرض به. يعني هاد الفيروس اللي كاين راه داير بحال كورونا، لحقاش انا يعني كنت مشيت درت التست ديال كورونا وكلشي صدق ماشي كورونا. يعني راه صعيب بزاف، الواحد خصو يحضر راسو، لحقاش راه واخا كتقول راني بريت وكلشي، غير يعني غير الانسان كيبرا كيعاود كيستنى واحد شويه عاوتاني كيولي له نفس الاعراض، الحرق ديال الراس، العينين، مخنوق، العطيس، الكحه هي اللي ما كتبغيش تمشي. انا لحد الان باقي فيا واحد شويه ديال الكحه وصافي. المهم البنات ردوا البال، وخصوصا وليداتكم. انا دابا يعني كنخرج ولادي وكل شيء، يعني حيت كيقنطوا مساكن، راكم عارفين الوليدات يعني ما غاديش يقدروا يبقاو غير في الدار. يعني كنخرجهم، ولكن بحال يعني كي كتوصل 6 يعني مع 6 ما خصش يعني يكونوا في الزنقه، لحقاش راكم تشوفوا بالنهار يعني فاش كتكون الشميشه كيكون شويه الجو سخون، يعني حتى هما كيكونوا سخان كيجريو وكل شيء، ولكن من 6 الفوق يعني الحال كيبرد وصافي. المهم الحمد لله على كل حال. المهم البنات اليوم جيت نشارك معكم الروتين ديالي، كي قلت لكم واخا ما عنديش الخاطر ديال التصوير، ولكن قلت ندير لكم هكايا فيديو نشاركو معكم. المهم نط، درت الفطور، عجنت، غسلت المعينات، المهم جمعنا الدار وكل شيء، تغدينا وهذا. مهم دابا بغيت نشارك معكم واحد البريوش كيجي زوين بالتفاح. مهم خديت هنايا كاس ديال الماء دافي، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، الملحه كتبقى على حسب
الذوق والفاني. المهم انا هنايا نسمتو بالفاني، وغادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب الخليط. تقدروا تنسموه يعني بالحامض اولا يعني باي نكهه نتوما بغيتوها يعني كتفضلوا بها. انا البريوش كنفضلو يعني يكون بنكهه الفاني. المهم صافي هنا غادي ندخل فيه الدقيق مزيان. المهم بعد ما دخلت الدقيق هنا خديت واحد المعلقه كبيره عامره ديال الزبده صافي، وغادي نبدا ندخل ديك الزبده في هاد العجينه وانا كنعجنها صافي. غادي ندلكها مزيان وغادي نوجد لا كريم باتيسير. المهم هنايا كي كتشوفوها هي راها وجدات. لا كريم باتيسير يعني عاديه الحليب مع البودره ديال لا كريم باتيسير والسكر. المهم هنايا العجينه ديالي من بعد ما خمرات هنايا خديت الصينيه ديال الفرن اللي دهنتها بالزربه. المهم انا ما عنديش هنايا ورق الزبده، ماشي ما عنديش، عندي ولكن صدق لي كيلصق يعني ماشي من الماركه مزيانه. راني شريت جوج ديال الانواع وصدقوا ماشي مزيانين. المهم هنايا كنحاول انني نطلق العجينه ديالي هكا يعني بالدلاك وبيديا، كنعاون حتى بيديا وصافي. غادي نديرها في الصينيه ديال الفرن صافي. هنا خديت واحد المول على شكل دائري بحال هكا، وغادي ندير في ديك الدائره غادي ندير لا كريم باتيسير بهذه الطريقه هذه. المهم هنايا بالنسبه لا كريم درتها في كيس بلاستيكي بحال هكا. المهم بالنسبه للجوانب غادي نقطعهم وغادي نلويهم على لا كريم بحال هكا، وغادي نبقى نلويه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا في الفيديو صافي. من بعد ما كنكملوا هنا غناخذ لا كريم باتيسير غادي نديرها بحال هكا في الوسط، يعني لا كريم اللي بقات لي كامله غنديرها في الوسط. وغادي ناخذ التفاح اللي قطعته بهذا الشكل هذا يعني رقيق، وغادي نبدا ندورو يعني على البلاصه اللي انا دايره فيها لا كريم باتيسير صافي. غادي ناخذ واحد البيضه اللي غادي تكون يعني غادي نضيف لها شويه ديال الخل او قطرات ديال الحليب يعني اللي بغيتو صافي. وغادي ندهن به هاد البريوش. غادي ناخذ واحد شويه ديال الفاني وغادي نديرو فوق التفاح وفوق العجينه ديال البريوش. خليها ترتاح واحد تقريبا 10 ديال الدقائق وغندخلها للفران طيب. والبريوش ديالي من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا. دهنتها بواحد شويه ديال الكونفيتور او الا كان عندكم ناباج تقدروا تدهنوها به، كتجي زوينه وخفيفه. نشوفوا كيفاش كتجي صافي. المهم هنايا من بعد ما كملت خرجنا للمدينه انا وماما. المهم جيت ندير لكم واحد الدويره هنايا عند واحد السيد هنايا في مدينه وجده كيبيع التوابات ديال الجلالاب يعني توابات المهم عنده جميع انواع ديال التوابات وكيكون عنده بثمن رخيص. المهم هنايا لقينا هاد المليفه هذه مليفه غليظه شويه صراحه زوينه تفصيله يعني كوب بالاخر تفصيله كيدير لها 135 درهم. بالنسبه للتفصيله عنده جميع الالوان. المهم تبارك الله عرفتوا راه كل شيء كيدي، ما كاين غير جوج تفصيلات ثلاثه. المهم وتلوينات زوينين. المهم هنايا في التليفون راه ما كيبانش اللون نيشان كيف ما يعني في الواقع. وكاين حتى هذا الرقيق هذه المليفه الرقيقه حتى هي لا هذا الكريب داير له 100 درهم التفصيل حتى هو راه فيه لوينات واعرين فنين. المهم هذا الكريب حتى هو شويه غليظ ما عرفتش انا هذيك ب100 حتى هو راه زوين فيه شي لوينات زوين وراه فيه جميع الالوان. عنده حتى سميتو عنده حتى ديال الطلامات، عنده بالنسبه لهذا ديال الكاشمير حتى هو بحال ديال البنوارات او البيجامات. بقاو غير هاد الجوج بقى هذا وهذا والله ما عقلتش شحال قال لي الثمن ديالو ما بقيتش عاقله. المهم حتى هذا كريب 100 درهم التفصيله. كاين هاد التوابات ديال الطلامط صراحه هما ما بقيتش عاقله بالضبط شحال قال لي، واش 25 درهم ولا المهم بحال هكذا. كاين هذا عاوتاني المهم هذا زوين هذا ديال الجلال هكا ديال الشتا ولا المونطويات ولا حتى هو زوين. المهم كيدير عنده اثمنه زوينين، اثمنه مناسبه. نتوما شوفوا اللوانات اللي فيه. هذا تبخر حتى هو
عنده هذا عاوتاني ديال الطلامط، هذا تا هو واقيلا شي 25 درهم. المهم كاين هذا عاوتاني هذا زوين تا هو البنوارات ولا الجلالب ولا تا هو زوين صراحه. عنده واقيلا جوج لوانات، بقى له غير هذا الصفر الموف ديالو راك تشوف انواع. وصافي دابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى الفيديو ديالي ما يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على المتابعه، الى اللقاء.